عليه السلام وهو يصف لنا أبي الفضل العباس عليه السلام، يقول: إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين يوم القيامة. صدق إمامنا علي بن الحسين. هنا زين العابدين سلام الله عليه يريد أن يبين لنا المقام الذي يمتلكه أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه يوم القيامة في الدنيا والآخرة حقيقة. والغبطة هو تمني أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة، يعني عندما أغبط فلان أي أتمنى أن أصل إلى مستواه إلى رتبته. ليش؟ لأن إخواني أبي الفضل العباس سلام الله عليه الكثير من الناس لا تعرف عن أبي الفضل العباس إلا جانب البطولة والشجاعة والقوة والمسالة. صحيح هذه موجودة، لكن هناك صفات كثيرة ما بيلتفت إليها الإنسان، خصوصا المسلم الموالي. ليش؟ لأن احنا دائما التركيز يكون على جانب كربلاء، على حضور أبي الفضل العباس ودور العباس سلام الله تعالى عليه في كربلاء، لكن هنالك أدوار ما نلتفت لها. إخواني أبي الفضل العباس كان مثلا من فقهاء آل محمد، كان يعتمد عليه الحسين عليه السلام في المفاوضات، مثلا كان يعتمد عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. اليوم احنا نجي نتحدث نشوف اكو الكثير من الأسرار في شخصية أبي الفضل